عندي ليكم قصة عمرها آلاف السنين بس بتتكرر كل 100 سنة. قصة ما بتختلفش كتير بين روما وأسبانيا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. القصة دي اسمها إيه اللي بيخلي الإمبراطوريات الكبيرة تموت؟ والحقيقة إن الإجابة مش في الأعداء من بره، لكن في 5 خطوات قاتلة بتمشي فيها كل إمبراطورية لما توصل لذروة قوتها. الخطوات دي كأنها شفرة وراثية للانهيار. أي دولة بتوصل للقمة مكتوب عليها إنها تمشي فيها. أنا مصطفى محمود وأهلا بيكم في ساير كاست، البودكاست اللي بنحاول فيه نفك شفرات التاريخ ونفهم حاضرنا من خلال قصة الأمس. وللي جديد علينا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل حلقة جديدة أول ما تنزل. البداية الحقيقية لانهيار أي إمبراطورية ما بتكونش في ساحة معركة، بتبدأ من مكان صغير اسمه الخزانة. ممكن دولة تمتلك جيش خارق، علم، سلاح وتكنولوجيا، لكن لو العملة وقعت الباقي كله بيقع معاها. أوضح مثال هو روما في عز قوتها كان عندها عملة اسمها الديناريوس، قطعة فضة وزنها 4.5 جرام صافي. الفلاح والتاجر والجندي كلهم كانوا واثقين إن الديناريوس هو فضة حقيقية، وده اللي خلى التجارة ماشية والضرايب تتجمع والرواتب تدفع والاقتصاد كله ثابت. لكن الإمبراطورية كل ما توسعت تكاليفها انفجرت، جيوش لحماية الحدود، طرق، حصون، وإدارة للمقاطعات. الضرايب ما غطتش المصاريف، فبعض الأباطرة اختاروا الطريق السهل والخطير، تخفيض نقاء العملة. أول واحد لعب اللعبة دي كان نيرون سنة 60 ميلادياً. قلل نسبة الفضة من 100% ل 90%، وخلى 10% تروح لخزينته. وبعده كل إمبراطور كرر نفس الحركة. خلال 200 سنة فقط نسبة الفضة في الديناريوس نزلت ل 5% بس. عملة كانت فضة كاملة بقت مجرد طلاء رقيق فوق معدن رخيص. النتيجة تضخم وحشي، الأسعار ولعت، قيمة العملة انهارت، والجنود معاشاتهم بقت ملهاش ليمة، لدرجة إن بعض الوحدات رفضت تقاتل إلا لو اتدفع لها ذهب. روما ما سقطتش لأن في حد غزاها، روما سقطت لما ما قدرتش تدفع لجنودها. بنرجع للقرن السادس عشر، وقت ما إسبانيا بقت القوة العظمى بعد اكتشاف الأمريكتين. مناجم الذهب والفضة، خصوصا جبل سيرو ريكو في بوليفيا، كانت بتضخ كميات مهولة من أنقى فضة في العالم. السفن الأسبانية كانت رايحة جاية عبر الأطلنطي، راجعة محملة بضايع فخرة ورايحة محملة بسبايك بتلمع. الفضة الأسبانية نفسها بقت عملة عالمية. التجار في آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين كانوا بيقبلوها فوراً من غير شك. لكن رغم الغنى ده، إسبانيا وقعت في غلطتين كبار. أول غلطة إنها اتكلت على الاستهلاك بدل الإنتاج. صدرت فضة واستوردت كل حاجة، ملابس من فرنسا، سلاح من ألمانيا، أثاث من هولندا، وحبوب من إيطاليا. ما بنتش مصانع وما بنتش اقتصاد إنتاجي. الفكرة كانت ليه ننتج؟ عندنا فضة تشتري العالم. تاني غلطة إن الفلوس اتصرفت غلط. حروب مع إنجلترا وفرنسا وهولندا، قصور، بذخ للأرستقراطية، واحتفالات ضخمة. بدل ما الفضة تتوجه للتعليم والزراعة والصناعة، راحت في اتجاهات استهلاكية ملهاش عائد. النتيجة المصاريف زادت على الدخل والديون تراكمت. بدأت الدولة تستلف من بنوك أوروبا، ولما ما قدرتش تسد، الملك فيليب الثاني أعلن الإفلاس سنة 1557، وبعدها أعلنوا إفلاس تاني وتالت ورابع خلال 40 سنة. وفي النهاية إسبانيا اللي كانت أغنى دولة في العالم خرجت من نادي القوى العظمى وبقت دولة درجة تانية لقرون طويلة. في القرن التاسع عشر وبداية القرن 20 كانت بريطانيا هي القوة اللي العالم كله بيدور في مدارها. إمبراطورية تمتد من كندا لأستراليا، ومن الهند لجنوب أفريقيا، ومساحتها ربع كوكب الأرض، وسكانها ربع البشر. ومع توسعها بقى الجنيه الاسترليني هو العملة العالمية الأولى، بيمثل أكتر من 60% من التجارة العالمية، ومدعوم بالكامل بالذهب، لدرجة إن أي صاحب جنيه كان يقدر يحوله ذهب فوراً من بنك إنجلترا. ثقة مطلقة. لكن الإمبراطوريات بتدفع ثمن ضخم عشان تفضل واقفة. بريطانيا كانت محتاجة أساطيل بحرية وحميات عسكرية وقوات أمن تدير عشرات المستعمرات، وكل ده كان بياكل من الخزانة البريطانية بشكل مرهق. جت الحرب العالمية الأولى وكسرت ظهر الإمبراطورية. الدين القومي انفجر من 650 مليون ل7 مليار جنيه في 4 سنين.
بريطانيا اضطرت تلغي غطاء الذهب لأن كمية الفلوس المطبوعة بقت أكبر بكتير من مخزون الذهب. قيمة الجنيه انهارت. بعد الحرب العالمية الثانية الأضرار زادت، الدين وصل ل 270% من الناتج المحلي. أمريكا طلعت القوة الجديدة، ونظام بريتن وودز خلى الدولار هو العملة العالمية بدل الجنيه. ومع العجز المالي بدأت المستعمرات تقع واحدة ورا التانية. الهند سنة 1947، الانسحاب من مصر بعد أزمة السويس 1956، ثم موجة استقلالات في أفريقيا وآسيا. وفي أقل من 30 سنة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس اختفت بدون غزو، بل بسبب فاتورة اقتصادية ما قدرتش تدفعها. في النص الثاني من القرن العشرين ظهر الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى تانية جنب الولايات المتحدة، دولة عندها أكبر جيش في العالم وصواريخ نووية تكفي تدمير الكوكب ونفوذ يمتد على نص أوروبا الشرقية. لكن القوة دي كانت شكلية أكتر منها حقيقية، لأن الاقتصاد نفسه كان ضعيف ومليان عيوب خطيرة. أول مشكلة كانت الإنفاق العسكري المبالغ فيه. السوفييت كانوا بيصرفوا بين 15% و20% من الناتج المحلي على الجيش والتسلح، وده رقم خيالي مقارنة بأمريكا. كل ما أمريكا تعمل برنامج جديد السوفييت يقلدوها، سباق فضاء، صواريخ، غواصات نووية، تكاليف ما قدروش يتحملوها. تاني مشكلة كانت الاقتصاد المركزي. موسكو كانت بتخطط الإنتاج بالكامل، والمصانع بتنفذ من غير ما تبص لاحتياجات السوق، فطلعت منتجات رديئة وإخضار مهول وزراعة فاشلة، لدرجة إن دولة عندها أراضي أوكرانيا الخصبة كانت بتستورد قمح من أمريكا. تالت مشكلة كانت الروبل، عملة ملهاش قيمة بره الاتحاد، والناس جوه نفسهم كانوا بيفضلوا الدولار والمارك. أي واردات مهمة كانت لازم تدفع بعملة صعبة أو ذهب. لما سعر البترول انهار في الثمانينات الضربات جهزت، الاحتياطي قل، السوق وقع والسلع اختفت، وفي 900 يوم بس حصل الانهيار. 1989 سقوط جدار برلين، 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي ل15 دولة، قوة عظمى وقعت من غير طلقة رصاص لكن من اقتصاد منهار. في العقود الأخيرة السؤال اللي بقى بيتكرر، هل الولايات المتحدة الأمريكية ماشية عن نفس طريق الإمبراطوريات اللي سقطت قبلها؟ الإجابة مش بسيطة، لكن معظم المؤشرات بتقول إن أمريكا قطعت فعلاً أغلب المراحل اللي مرت بيها القوى العظمى قبل الانهيار. أول علامة هي التوسع العسكري المبالغ فيه. أمريكا منتشرة عسكرياً في العالم كله، أكتر من 750 قاعدة في حوالي 80 دولة، وقوات فعالة في أكتر من 150 دولة. ميزانية الجيش تجاوزت 850 مليار دولار سنوياً، أكبر من ميزانيات 10 دول بعدها مجتمعين. ومع تعدد التحديات بين روسيا في أوروبا والصين في آسيا وأزمات الشرق الأوسط وحضور في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بدأت أمريكا تعيد نفس خطأ الإمبراطوريات اللي استنزفت نفسها في كل القارات. العلامة الثانية هي تدمير قيمة العملة. سنة 1971 نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب، ومن اللحظة دي أمريكا بدأت تطبع أموال بلا سقف لتمويل حروب، برامج اجتماعية، أزمات مالية وتوسع خارجي. النتيجة إن المعروض النقدي تضاعف بشكل هائل، والدولار فقد تقريباً 98% من قيمته الشرائية من 1913 لحد النهاردة. ثالث علامة دوامة الديون. الدين القومي الأمريكي تجاوز 36 تريليون دولار بنسبة 120% من الناتج المحلي. الأسوأ إن الفوائد السنوية وصلت لتريليون دولار، رقم أكبر من ميزانية الدفاع نفسها، وده بيجبر أمريكا إنها تستلف كل سنة عشان تسدد تكلفة الديون القديمة. العلامة الرابعة سقوط القاعدة الصناعية. الصناعات التحويلية انتقلت للخارج، والعجز التجاري وصل 800 مليار دولار، وأمريكا بقت تعتمد على الاستيراد في الإلكترونيات والأدوية وحتى بعض المكونات العسكرية. خامس علامة التدهور الداخلي. الثقة في المؤسسات وصلت لأدنى مستوياتها، والانقسام السياسي والاجتماعي في أشد صوره، مع ارتفاع الجريمة والإدمان والمشردين، وهي نفس أعراض الانهيار اللي وصفها المؤرخون عن روما. وأخيراً بداية فقدان الهيمنة. دول كتير بدأت تبحث عن بدائل للدولار، والبنوك المركزية بتشتري ذهب بكميات قياسية، والصين بترتفع اقتصادياً وتقنياً، ونفوذها بيتمدد بسرعة. 3 نهايات ممكنة. التاريخ ما بيعطيناش نهاية واحدة، لكنه بيعطينا احتمالات، وإما إمبراطورية زي أمريكا ممكن تواجه واحد من 3 سيناريوهات. السيناريو الأول الانهيار المنضبط، زي بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
أمريكا تفقد هيمنتها العالمية وتتراجع لقوة من الدرجة الأولى، مش القوة الأولى. تفقد مكانة الدولار كعملة احتياط وحيدة، لكن تفضل دولة غنية ومتقدمة. ده بيكون انهيار بطيء ومضار. السيناريو الثاني، الانهيار الفوضوي، زي روما في القرن الخامس. انهيار سريع للمؤسسات، أزمة مالية حادة، تضخم جامح، وانهيار اجتماعي. ممكن يوصل لتفكك الولايات المتحدة نفسها لدولات أو حرب أهلية. ده بيكون انهيار سريع وعنيف. السيناريو الثالث، الحرب الكبرى. المؤرخ اليوناني ثوكيديديس لاحظ نمط في التاريخ: لما تظهر قوة صاعدة وتواجه قوة مهيمنة، النتيجة في 75% من الحالات بتكون حرب. في 500 سنة الأخيرة 12 من أصل 16 مرة حصل فيها تحول في القيادة العالمية انتهت بحرب بين القوة القديمة والجديدة. الصين النهاردة بتحاول ترجع مكانتها كقوة مركزية في العالم زي ما كانت لأكتر من 1000 سنة قبل صعود أوروبا، وده حاططها في مسار تصادمي مباشر مع أمريكا. الحرب ممكن تكون عسكرية مباشرة، أو حرب باردة جديدة، أو حرب اقتصادية وتكنولوجية. هل التاريخ بيتكرر؟ السؤال النهائي، هل أمريكا هتنهار؟ وهل التاريخ هيضرب موعد تاني مع نفس النهاية؟ التاريخ ما بيتكررش حرفياً، لكنه بيتكرر في الأنماط. كل الإمبراطوريات اللي فاتت ظنت إنها مختلفة، وإن قوانين التاريخ ما بتنطبقش عليها، وإن تقدمها التكنولوجي أو تفوقها العسكري هيحميها، وكلها وقعت في نفس الأخطاء. الفرق النهاردة إن العالم متشابك أكتر من أي وقت. انهيار قوة عظمى زي أمريكا مش هيأثر على أمريكا بس، لكن على الاقتصاد العالمي كله. العالم كله هيتأثر. أهم حاجة نفهمها، الانهيار مش قدر محتوم. الدول ممكن تتجنب المصير ده لو تعترف بالمشاكل، تصلح النظام الاقتصادي، توازن بين الالتزامات الخارجية والقدرات الداخلية، تستثمر في الإنتاج والابتكار، تحافظ على تماسكها الاجتماعي. السؤال النهائي، هل أمريكا هتعرف تتعلم من تاريخ الإمبراطوريات اللي فاتت، ولا هتكون مجرد فصل جديد في كتاب قديم عن صعود وسقوط القوى العظمى؟ أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو عندكم أفكار أو تعليقات اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ولو عايزين نكمل النقاش في حلقة تانية عن إزاي ممكن تتجنب الدول المصير ده، أو عن مستقبل النظام العالمي، اكتبوا عايزين تكملة. ما تنسوا اللايك، الشير، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.